ابقى بعد ابو كريم استخرج الصور بس لحظه. لا بس دقيقه، هي حتعطينا اشاره حج. نعم وهي تريد تتكلم ويا الصور يعني تبين. يعني نقول اسمها. اي طيب الان اخواني بعد قليل الاخت الان وعلى السريع الاخت سكينه اللي تشيعت صممت صورا لقضيه سحر النبي، صح ابو كريم؟ نعم. سحر النبي صلى الله عليه واله. وانا افرح، الله يرحم والديكم اخواني، الله يرحم اخونا درايفر، الله يبارك فيك ويرحم والديك. الان تبرع الى القناه، كذلك الاخ الحبيب، انا دائما انساك يا رزاق، اقول لك جزاك الله خير الجزاء، الله يحميك يا ورده والله يرزقك من خير الدنيا، انت وعباس عبيد دائما اظلمكم وما اذكركم، والله ما كنت ادري عباس عبيد تبرع، اقسم برب العالمين الان مشيت هذا لقيته، فالله يجزوه خير الجزاء وجزاك الله خير الجزاء. اخواني حتى ما انسى احد الاخوه علي اللي هو كان صمم لنا المقدمه الاولى اللي دائما نشغلها تصميمه، الان الاخ محمد صمم لنا المقدمه فشغلنا المقدمه الجديده، فاريد اقول للاخ علي جزاك الله خير الجزاء والله يرحم والديك، وانا حقيقه كان المفروض بس هي كانت تجربه وانا مشغول جدا، فادعوا له بالخير والبركه والله يوفقه بحق محمد وآل محمد. تقول الان جاهزه. طيب خلينا نصعد الاخت، لحظه ابو عبد الملك الله يستر عليك. الان هذه الاخت سكينه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخت سكينه افتحي المايك سكينه. لا يجوز ان يوضع الرسول، لا يجوز ان نضع الرسول في الصور او نضع امور الدين ونتحكم عليها في الصور هذه والرسومات، لا يجوز، يجب ان نحترم مقام النبوي. خلينا نشوف هو شنو القضيه. سكينه لا يجوز ان ناتي ويا شخص يرسم، ما في صوت. يعني من باب السخريه. السلام مولانا ابو عبد الرحمن، شلونك يا لا يجوز ان ياتي بس يجوز عائشه ينزل جبرائيل بصورته من فوق 7 سماوات يصورونها وينزلونها، يجوز. ادري لعد لحظه من سويتوا المسلسل مال عمر، لحظه المسلسل مال عمر يقمز على الناس، مسلسل عمر هذا عمر بن الخطاب يجوز ولا ما يجوز؟ اعد السؤال لانه لم اسمعه. مسلسل عمر من هذا مثل عمر يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ان ناتي ويعني نشبه عمر بشخص اخر، لانه عمر تعرف من المبشرين بالجنه، وياتي شخص ويشبهه. لا نؤيد هذا الشيء. لا تؤيدون. طيب نعم لانه عمر له طيب اختنا تكلموا اختنا سكينه الان. لا نريد ان ياتي هناك شخص ويرسم الرسول او يرسم الصحابي وهذه الامور بشكل سيء، لا نريد. لا ما في صوت. طيب خلي لازم نغير اعدادات بالعجله، اكو عجله مال هنا، خلي ميكروفون اللابتوب. طيب انا راح اكبر صورتي والى ان تجهزون. اختنا انا راح اسمع الصوت عندما تجهزون. الان سكينه اظن، تفضلي سكينه. والله هنا الان الصوت قبل ما كان سفيان. الان صوت. تفضلي اختنا سكينه. اللهم صل. اخواني نستمع الى الاخت الكريمه سكينه، تفضلي سكينه. لعنة الله عليك وعلى اخيك. لا 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 ليش اخونا؟ مو انت انسان ورع. نسمعني. الان نسمعك. تفضل اغيظيهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نسمعكم. الحاج وعد، اليوم قمت بإعداد خلاصة علمية حول حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل السنة، وهنا سحر النبي صلى الله عليه وآله عند أهل السنة. واستعملت في هذا العمل كما تشاهدون رسومات توضيحية مع استدلال بآيات قرآنية،
وركزت في هذا التحليل على تقديم مقارنة بين موقف أهل السنة الذين وردت لديهم هذه الروايات وبين الموقف الشيعي الذي يرفضها رفضا قاطعا بناء على الإيمان بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطلقة من الخطأ والسهو في تبليغ الرسالة أو في حياته الشخصية. فهنا نرى أن عائشة تروي رواية يفهم أن السحر أثر على النبي صلى الله عليه وآله كما ترون هنا إلى حد تخيله أشياء لم تحدث بالفعل. فهذا التأثير يشمل كما ورد في الروايات نسيانه صلى الله عليه وآله وسلم ما إذا كان أتى زوجاته أم لا، وهو أمر يصعب تصديقه من الناحية العقلية والعقدية بالنظر إلى مقام النبوة. فهنا إخواني نلاحظ كيف تشاهدون هذه الصورة هنا، هذه الصورة نلاحظ تساؤل الصحابة عن صحة هذه الرواية نظرا لأنها تتعارض مع مفهوم عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ والوعي الكامل، لأن القرآن الكريم يؤكد في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس، ما يعني أن النبي صلى الله عليه وآله محمي من أي تأثير خارجي قد يخل برسالته. ننتقل أيضا هنا إلى تعجب الصحابة بهذه الصورة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا شهودا على نزول الوحي، ولا يمكن أن يقبلوا بسهولة رواية تتحدث عن خلل أو تأثير خارجي على عقله. فهنا نرى أن الصحابة يتساءلون ويقولون وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي، وأنا كتبت كلمة الوحي باللون أحمر، وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك للمسلمين، فكيف يبلغ وهو مسحور؟ وقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإخواني يا ترى من هو الظالم الذي نقل هذا الحديث؟ فالتساؤلات المنطقية تبرز هنا أن كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون مسحورا وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغه بدقة. فكما نرى هنا بالصورة، هذه الصورة تعكس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يبلغ للناس ما أمره الله تعالى، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل كان هذا التبليغ يتم في وعيه الكامل وإدراكه التام، أم أنه كان متأثرا بالسحر كما ورد في بعض الروايات؟ فالآيات القرآنية هنا دقيقة تنفي تماما أي سلطان للشيطان أو تأثير خارجي على المؤمنين المخلصين. فالشيطان ليس له سلطان على النبي صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذه الآية تؤكد أن الشيطان لا يمكنه أن يؤثر على عباد الله المخلصين، ولا سيما النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أفضل خلق الله وأسمى من أن يتأثر بأي تأثير شيطاني أو سحري. فخلاصة القول عند الشيعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عصمة مطلقة عن أي خطأ أو تأثير خارجي، سواء كان ذلك في أمور الوحي أو حياته الشخصية. أما
رواية تزعم تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسحر تعتبر مرفوضة لأنها تتناقض مع مقامه الإلهي كخاتم الأنبياء. والآيات القرآنية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ من أي خطأ أو تأثير خارجي. فهذه الآيات تبطل كل الشبهات التي يمكن أن تتأثر حول تأثر النبي بالسحر أو بغيره. أما عند أهل السنة فهنا نلاحظ أن خلال ما ورد في بعض روايات أهل السنة يظهر أنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وآله قد يخطئ في الأمور الدنيوية ويتأثر بالسحر، كما في حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله الذي ورد فيه أنه خيل إليه أنه يفعل الشيء أو لم يفعله. وبالإضافة إلى ذلك نسبت إليه روايات مثل محاولته الانتحار بسبب انقطاع الوحي، مما يظهر بحسب هذه الروايات ضعفا لا يليق بمقام النبوة. فمثل هذه الأقوال تعد إشكالية كبيرة، إذ أنها تناقض مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كخاتم الأنبياء وأشرف خلق الله الذي اصطفاه لحمل الرسالة وإبلاغ الوحي. فهنا نلاحظ تناقضا كبيرا، لأن مثل هذه الروايات صراحة تعد عند المذهب الشيعي منافية تماما لسورة النبي صلى الله عليه وآله الذي اصطفاه الله لحمل الرسالة. وأتمنى أن هذه الرسومات تكون فسرت كل هذا الحديث الذي اتهم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشا أن النبي يكون مسحور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء. الله يرحم والديكم دنيا وآخرة، والله يحميكم إن شاء الله من كل سوء. إخواني، بس فقط قبل أن أعود إلى الأخ أبو يوسف والأخ أبو عبد الملك والأخ عمار،